بخصوص بيانكم حول قضية الصحراء، ما هي أهم الرسائل التي أرادت الجماعة إيصالها من خلال هذا البيان؟ وكيف ترون من يعتبر أنه حمل منسوباً من الوضوح فوق المعتاد في خطابكم المرتبط بهذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي سيدنا محمد وآله. أهم رسالة أراد الجماعة إيصالها هي الارتباط الأساسي والثابت بين قضية الوحدة الترابية ومشروع الإصلاح الديمقراطي الشامل والاستقلال الوطني، يعني أن يكون قرارنا مستقلا عن أي تدخل فج يعني على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي والاقتصادي العام. فموقفنا ينطلق من إيمان راسخ بضرورة وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشاريع التجزئة، وفي وقت ذاته نؤكد أن مقترح الحكم الذاتي لن يكون فرصة حقيقية لإنهاء المشكلة إلا إذا تم تفعيله بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وبحكمة جيدة، وكذلك كما قلت باستقلال وطني عن كل تلاعب واختراق لمجتمعنا من طرف الكيان الصهيوني أو غيره. إذن لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي في عموم الوطن، فالصحراء جزء من عموم الوطن، ولا يمكن أن يعني نخص الحكم الذاتي الذي سيبنى على ديمقراطية فعلية أن نخصه فقط في منطقة معينة من البلد، وتعيش كل مناطق البلد يعني الوطن الأخرى فسادا واستبدادا. فينبغي أن يكون كما قلت القرار السياسي الديمقراطي شاملا لعموم الوطن. أما بخصوص منسوب الوضوح، فإن الجماعة كانت دائما واضحة في مواقفها كما هي في مبادئها، وهي لا ترى في هذا البيان خروجا عن ثوابتها، بل هو تأكيد وتعميق لرؤيتها الشاملة التي تجمع بين الغيرة على وحدة الوطن والرفض المطلق للفساد والاستبداد. الوضوح الذي قد يراه البعض كما ذكر في السؤال فوق المعتاد ينبع من تأكيدنا على رفض المقاربة الانفرادية التي عمرت طويلا سنوات يعني في تدبير هذا الملف، وهو يدار بشكل انفرادي بعيدا عن الرأي العام للأمة يعني أطيافها الأساسية، وكذلك رفضنا القاطع لتوظيفه كورقة للتغطية على الأزمات الداخلية الحادة، وهذا فعلا قد وقع في يعني منعطفات تاريخية يعني سابقة كان توظف هذه الورقة، ورقة يعني أقاليم جنوبية من أجل التغطية على أزمات داخلية كثيرة. فينبغي الفصل المطلق بين المسألتين. طبعا إذا كان هناك ديمقراطية حقيقية ومسار حقيقي سيكون هناك شفافية واضحة بين يعني في إطار الدولة، بين السلطة وبين عموم الشعب وبين مختلف الفاعلين في المجتمع. شدد البيان على أن أي حكم ذاتي يجب أن يكون جزءاً من مشروع ديمقراطي شامل، فما هي الخطوات العملية التي تراها الجماعة لضمان مشاركة المواطنين في القرار السياسي سواء في الأقاليم الجنوبية أو في عموم الوطن؟ تشديدنا على أن الحكم الذاتي يجب أن يكون جزءاً من مشروع يعني ديمقراطي شامل هو شرط للنجاح والاستمرار، وهو ما يفرض خطوات عملية تبدأ من الإقرار بالسيادة الشعبية كمصدر للسلطات، وهذا يتطلب طبعا عدة نقاط. أول أمر على المستوى الوطني ينبغي العمل على إنهاء كل أشكال الاستبداد والفساد على أساس طبعا دستور ديمقراطي واضح وفصل للسلطات وسلطة حقيقية يعني لا للحكومة ولا للبرلمان ولا للسلطة القضائية ولا يعني تكون هناك توازن بين السلطات، وكما قلت يعني استقلالية السلطات عن بعضنا البعض كما هو معروف في كل الأنظمة الديمقراطية الحقيقية. وكذلك أيضا عبر تدشين مصالحة وطنية واسعة تبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لترسيخ وحدة داخلية حقيقية هي الدرع الحصين للوطن.
هذا يعني إطلاق سراح المعتقلين كما قلت هو الأمر الأساسي الذي سيكون عربون على انطلاق تغيير ديمقراطي حقيقي في هذا البلد. الأمر الثاني هو على مستوى الأقاليم الجنوبية يجب أن يضمن هذا الحكم الذاتي صلاحيات واسعة وحقيقية لساكنة الأقاليم في تدبير شؤونهم المحلية مع آليات ديمقراطية فعلية للمحاسبة، وكذلك مع شفافية في تدبير الثروات والإمكانيات الاقتصادية بعيدا عن كل مقاربة شكلية. وثالثا أيضا عبر المشاركة الفعلية، ولا تتحقق هذه المشاركة إلا بانتخابات يعني حقيقية وليس بانتخابات فقط شكلية كما كان يتم الأمر لحد الساعة، وبضمان الحريات العامة وحرية التنظيم والتعبير وتمكين المواطنين من الرقابة الفعلية على القرار السياسي والاقتصادي عبر ممثلين نزهاء حقيقيين وعبر آليات شفافة وعبر قضاء عادل ونزيه ومستقل. وهذا هو جوهر الديمقراطية التي نسعى إليها ليس فقط في إطار الحكم الذاتي في الصحراء ولكن أيضا في عموم البلد حتى ينطلق البلد انطلاقة واحدة نحو انفراج حقيقي. بالنظر إلى تحذيرات البيان من ربط حل قضية الصحراء بالتطبيع أو المصالح الاقتصادية، كيف تقترح الجماعة مواجهة هذه الضغوط الخارجية مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والمصالح العليا للمغرب؟ هو موقفنا واضح. احنا قلنا بأن التطبيع يعني خيانة المبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية، ولا يمكن أن يكون ثمن وحدتنا الوطنية هو التنازل عن قضية الأمة المركزية التي هي قضية فلسطين. ومواجهة الضغوط الخارجية لا تكون بالانبطاح أو المقايضة، بل تكون بتحصين الجبهة الداخلية أولا. لذلك نقترح مقاربة تقوم أولا على وحدة هذه يعني الجبهة الداخلية، وتكون وحدة داخلية حقيقية، ولا يمكن لقضية وطنية أن تحل بقرار يعني انفرادي وبيعني سلطة منعزلة عن شعبها، بل يجب تكاثف جهود كل العقلاء والغيورين على مصالح الوطن أينما كانت مواقعهم عبر إحداث انفراج سياسي وحقوقي. وهذا هو الدرع الحقيقي في وجه أي ابتزاز خارجي. أنت إذا كنت تتكئ على قوة شعبك وعلى قوة يعني نموذج ديمقراطي حقيقي، هذا يكون درع وحصن كما قلت وكما نقول ضد كل ابتزاز خارجي. والأمر أيضا في هذا السياق ينبغي أن نرفض كل ابتزاز، نرفض بشكل قاطع محاولة ربط حل قضيتنا الوطنية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم أو مقايضة هذا الحل بثروات بلدنا. وإلا نحن نريد أن يعني نثبت قرارنا على قطعة وجزء من وطننا. كيف نقوم بذلك مقابل أن نفسح البلد كله يعني لأطراف خارجية من الكيان الصهيوني من خلال اتفاقيات اقتصادية تضر ببلدنا وترهن ثروات بلدنا، أو من خلال فسح المجال لاختراقات خطيرة تتم منذ مدة لنسيجنا المجتمعي، خصوصا قطاع التعليم والثقافة والزراعة والجانب الأمني والجانب يعني الاستبران وغيرها. فلا يمكن يعني أن يكون مقابل كما قلت بسط يعني يدنا الكاملة على جزء من وطننا، أن يكون هذا مقابل أن نفسح البلد كله نعطيه لأطراف تتربص بالمغرب وبمصيره وبثرواته. في المجمل ما أريد أن أقوله هو لا يمكن أن من أجل يعني تثبيت سلطتنا في قطعة من أرضنا نعطي باقي الوطن لغيره، وتصبح قرارنا محط تساؤل وتصبح الاستقلالية، وهذا أمر أساسي. يعني استقلال القرار الوطني هذا أمر مصيري لكل أمة لكل دولة. لا يمكن أن تتحدث عن يعني سيادة الدولة دون يعني استقلال القرار الوطني في بعده السياسي والاقتصادي والمجتمعي أيضا. فنحن لا نحتاج إلى يعني كما ذكرنا في البيان إلى صكوك غفران من كيان
يعني صهيوني محتل، ومعروف كيف أصبح الآن منبوذ على المستوى الإنساني والدولي من أجل أن نثبت كما قلت سيادتنا على أراضينا، يعني المعروف أراضينا يعني الحقيقية، والأراضينا التي هي جزء من الوطن ككل. ثم أيضا في السياق نحن ندعو إلى الاستثمار في الشرعية. قوة المغرب تكمن في عدالة قضيته وفي تماسك نسيجه الاجتماعي والترابي. يجب أن نعتمد على شرعية موقفنا وعلى وحدتنا الداخلية، لا على مصالح قوى خارجية لا ترى في شعوبنا إلا موارد للاستغلال والافتراس. فهذه الشرعيات، قلت شرعية يعني الموقف، شرعية يعني عدالة قضيتنا هي أرضنا على كل حال وجزء من الوطن، وكذلك شرعية تماسك النسيج المجتمعي العام الذي يجمع الرأي حول هذا الأمر، وكذلك أيضا شرعية الوحدة الداخلية ككل يعني حول القضية، وأيضا شرعية يعني المنظومة الديمقراطية التي إضافة إلى الشرعيات كما التي ذكرت يعني مجموعة تعطي لنا هذه القوة لنستثمر بكل قوة ولا نتردد في أن نواجهها بشكل طبعا يعني معروف في المجال الدبلوماسي، في المجال العلاقات الدولية، ونواجه يعني أي طرف يريد أن يربط مصير الوطن أو مصير جزءا من وطننا يعني مقايضات لا تقبل في أي علاقات دولية، وقد ترهن يعني مستقبل أجيالنا إلى المجهول. فهذا كما قلت هو الذي نرفضه رفضا قاطعا. مواقفنا واضحة وشرعيتنا واضحة وقضيتنا يعني قضية عادلة، فينبغي أن تجتمع هذه المعايير كلها، الديمقراطية والوحدوية ويعني المجتمعية، وكذلك الاستقلالية في استقلال القرار الوطني، لكي تثبت حقنا في أرضنا، وكذلك تكون نقطة قوة في استكمال المفاوضات حول مشروع الحكم الذاتي الذي قدم المغرب. لا ننسى أن هذا المشروع هو يعني ستتبعه نقاشات ومفاوضات، ونرى أن هذه المواقف أساسية في أن تجعل هذا يعني المسار يكون مسارا سليما ومسارا يعني نافعا للوطن وللشعب ككل ولمستقبل الوطن.